الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكل الطلبة، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. دلوقتي مكملين في شرح المستوى الأول من كورس اللغة الإنجليزية، والنهاردة بإذن الله هناخد المحاضرة رقم 3. ركز كويس أوي في محاضرة النهاردة عشان هنحل مشكلة كبيرة. بص كده معايا في الجملة دي وحاول ان انت تقرأها بنفسك. يلا اقرأ كده. هتقول لي she was born in 1970 صح بالعربي. في ناس كتير كده يعني بتقول ان هو الرقم بالعربي، فمحاضرتنا النهارده موجهه للناس دي اللي هي بتقرا الرقم بالعربي، وهنحل بقى المشكله دي ونخليه بدل العربي انجليزي. تمام؟ فبدل ما نقول she was born in 1970 بالعربي هنخليه انجليزي. بس قبل ما ناخد الرقم الكبير ده هناخد ارقام صغيرة في الاول واحدة واحدة لحد ما نوصل للارقام الكبيرة ونقرأ الرقم الكبير، واخليكم كمان تاخدوا ارقام وتقرأوها. تمام. يلا هنبدأ من 1 او هنبدأ من 0. انا عايزك انت اللي تقرأ، عايزك انت اللي تقرأ. يلا اقرأ كده. هتقول لي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام؟ اقول لك ماشي، بس اسمع بقى النطق مني علشان تحفظ القراءة اللي هي البروفيشنال البرفكت. 0 ماشي، انما ده اسمه 1 بيبقى مفخم مش 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا 11 12 13. اخرها نون مهمة قوي بنأكد عليها علشان هتلخبطك بعد شوية لما نحطها مع ارقام تانية مركبة. 14 15 16 17 18 19 20. ماشي 20 صح. وفي قراءة تانية اسمها 20 من غير التي من غير الته، بس تختارها اسمها 20 او 20. يبقى 20 دي الاصح وفي 20. طب انت عارفها، عايز ان انت تقرأ ب 20 اللي انت عارفها ماشي، بس نصيحة مني طالما عرفت الاصح والاحسن اقرأ بيه اللي هو ايه 20. تمام؟ نكمل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 تي ماشي 31 32 33. قول معايا 34 35 36 37 38 39 40. مش 14 40 تي. الصغيرين فيهم نون، الكبار مفهومش. 41 42 43 45 6 7 8 لحد ما نوصل ل 50
50 اسمها 50. اقول لك مثلا البيتزا دي هناكلها 50 50 نص بالنص، انت تاخد نصها وانا اخد نصها، مش انت تاكلها لوحدك كلها. 50 50 يعني ايه؟ 50. طب دي 55 ماشي، اسمها ايه؟ 55 56 56 57 58 59. طب دي اسمها ايه؟ 60 وتكمل عادي. يبقى 60 70 80 90 100 او 100 اللي هو 100 يعني 100. هنكمل 100 نخليها واحد 101 يعني 101. طب لو مثلا 110 110 اللي هو ايه؟ 110. طب لو 200 تبقى كام؟ 200. طب لو 300 300. انا بترجم اللي انا بقوله بالعربي، بمعنى انا بقول 200 ال100 اللي هو 100 و200 يعني 2 يعني يبقى 200. طب 300 100 اللي هو ايه؟ 100 و3 يبقى 300. 400 ال100 اللي هو 100 و4 يبقى 400. طب 500 500. طب 600 اللي هي 600 تمام اللي هو 100 والستة يبقى ايه؟ 600. طب 700 اللي هو 700 يعني 700. 800 800. 900 900. ماشي لحد ما نوصل. يبقى قلنا ايه؟ مثلا نكتب هنا 600 هنا 700 نخليها 800 هنا 1000 اسمها ايه؟ ساوزند مش ساوس. ما عنديش اقول ساوس ولا ساوسند، لا ساوسن ولا ساوسند، اسمها ايه؟ ساوزند د اخرها داء. 1000 يعني 1000. طب 2000 نفس الفكرة، هترجم اللي انا بقوله بالعربي. 2000 الالف ثابتة 1000 و2 اللي هو 2000 يعني 2000. طيب 3000 3000 يا عمي زود صفر وخليها 10000 10,000 ما عنديش مشكلة. نخليها 20,000 نخليها 20,000. 20,000 نخليها 30,000 30,000. يلا اعمل انت بقى دي. 40,000 تقول ايه؟ هتقولي 40,000 صح. 50,000 50,000 60,000 60,000 وهكذا لحد ما نوصل مكانوا 4 نخليهم 5. 100,000 هتقول لي ولا يهزني المشكلة يعني هقرأ وهترجم اللي أنا بقوله. أنا بقول 100,000 يبقى 100,000 100,000. طيب نخليها 200,000 200,000 200,000 ماشي. اعمل انت دي. يلا 5 اصفار اهم. تقول لي كنا بنقول 100,000 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 400,000 400,000 500,000 اللي هو 500,000. طب اعمل لي دي. تقولي 700,000. طب يلا دي 800,000. يلا 900,000 900,000. امال ده ايه بقى؟ تقول لي واحد وجنبه 6 اصفار يعني مليون. 1 مليون 1 مليون 1 مليون يعني مليون. طب لو 2 مليون تقول لي عادي خالص 2
مليون. طب لو 3 مليون تقول لي 3 مليون، 4 مليون، 4 مليون. طب 10 مليون يا عم اهو، مش هما كانوا 6، زودت لك صفر كمان، 10 مليون. ترجم اللي انا بقوله بالعربي. 10 مليون، 10 مليون، 20 مليون، 20 مليون، 30 مليون، 30 مليون، 100 مليون، 100 مليون. ايه المشكلة يعني؟ 100 مليون. نترجم اللي احنا بنقوله بالعربي، يعني احنا بنقول بالعربي 100 مليون، 100 100 ومليون مليون يبقى 100 مليون. 200 مليون 200 مليون. 300 مليون 300 مليون. تمام، وهكذا. في مشكلة في الأرقام دي. تعالوا بقى ناخد الأرقام المركبة. يلا هناخد شوية أرقام حلوين دلوقتي، زي مثلا الرقم ده. ناخد 900 هنا جنب بعض. طيب نبدأ بيهم ونبقى نكتب شوية كمان بعد شوية. بص، علشان نقرأ الرقم المركب ده قدامي طريقة من 2. طريقة سهلة وطريقة يعني ممكن نقول عنها صعبة شوية. طريقة ايه؟ صعبة. قول لي الاتنين. الطريقة السهلة هي بالتقسيم إلى رقمين. 2 2 2 2. يعني الرقم هتقسمه 2 2، يعني جزئين. 19 70، وتقرأ 19 عادي و70 عادي. 19 19 و70 70، يبقى 1970. خلصت. ايه رأيك في الطريقة دي؟ سهلة وبسيطة. 1970 1970 دي الطريقة الأولى. طب هتقول لي قول لي الطريقة التانية، أنا أحب إيه أعرفها برضو. أقول لك عينيا. هي الترجمة. ما نقول بمعنى اقرأ الرقم ده بالعربي. تقول لي 1970، ترجم اللي أنت بتقوله. 1000 1000 900 900 الواو دي and و70 and 70، يبقى 1000 اللي هو 1000 970. تمام كده. كده المقطع التاني ده بيبقى ثابت سواء في الطريقة الأولى أو في الطريقة التانية. الاختلاف بيكون في الجزء الأول من الرقم. لو بالطريقة السهلة بنقرأه كأنه 19 اللي هو 19 يعني. ولو بالطريقة الصعبة بنقول 1000 اللي هو 1000 900 900 و70 and 70. تمام. طب يلا ناخد ده بالطريقتين. يلا بالسهلة الأول وبعدين بالصعبة. تقول لي بالسهلة هنعمل تقسيم، أقول لك اعملها أنت. والصعبة هتقول لي الترجمة، أقول لك يلا اعملها أنت. هتقول إيه؟ هتقول لي 1973. صح، 1973 يعني 1973، وده تاريخ مهم، تاريخ حرب أكتوبر. يلا الرقم ده سهلة وصعبة. يلا ما تخافش منه، ما يخضكش. تقسيم ترجمة. قسم 1999. اقول لك صح. تاني 1999 صح. يلا اللي بعديها. طب
بتقول لي عايزه بالترجمه، هتقول بقى ايه 1999 يبقى 1999 دي بالترجمه. اقول لك يلا الرقم اللي بعديه. في طريقتين، سهله تقسيم وصعبه. تقول لي طب يا دكتور انا همشي باي طريقه، والله اقول لك براحتك، انا عليا اديتك الطريقتين، مع ان المفروض اديك مثلا الطريقه السهله وخلاص وما اقولكش على الطريقه الصعبه عشان ما تتلخبطش، بس لا انا قلت لك الاثنين وانت ايه براحتك. ولو عايز نصيحتي خليك في السهله بدل ما تتلخبط في الصعبه. في البدايه 1980 دي الطريقه ايه السهله. الطريقه الصعبه 1980. يلا ناخد ارقام كمان. ناخد الرقم ده وناخد الرقم ده. يلا حاول ان انت تقرا لحد ايه ما نبدا فيهم. يلا كده هناخد الارقام دي، هي اخر سبوره معانا النهارده في قراءه الارقام. يلا ابدا اقرا كده. ها تقول ايه 1880 اوعى تقول 19 اللي هي 19. خلاص احنا خلصنا من 19 خلصناها. 19 خلصناها ماشي. فدي اسمها ايه 80 صح. يلا اللي بعديها اسمها 1888 صح. يلا اللي بعديها 1870 صح. 1899 صح. يلا ها فكر كده في دي، هديك 20 ثانية فكر فيها. ها اللي هي 17 60 17 60 17 60 تقول لي 1760 صح. 1777 صح. ها يلا دي 1790 1790 1778 صح. يلا اللي بعديها ها فكر فيها. ها 16 90 16 90 صح. 16 66 صح. 16 80 صح. 16 89 صح. 16 89
تمام. امال دي ايه دي؟ دي 2000 2000. امال دي ايه؟ 2020 اسمها 2020. اقول لك مثلا I have visited Alex in 2020، يعني انا زرت أليكس او اسكندرية يعني في سنة 2020، او مثلا 2021 عشان يعني تبقى مصداقية. انا فعلا زرت اسكندرية في سنة 2021 او 2021. تمام. 20 ايه؟ 20. يلا دي 2025. ما احنا قلنا بقى سيبك من 20 دي عشان بقت قديمة، خليك في الجديد. 2030 2050. حلو. طيب حد مثلا ممكن يقول لي عايزين مثلا ناخد رقمين من الارقام دي ونقرأهم بالطريقة التانية او اللعنية التانية. شوف عايز تختار اي رقم ونجرب عليه مع بعض. عايز تختار ايه؟ تقول لي عايزين نختار الرقم ده 1977. 1777. تمام. 1777. 77. طب يلا اللي فوقيه ده اهو 1888. 1800 88. تمام. يبقى نرجع للجملة تاني بتاعتنا. يلا يا باشا. يلا اقرأ لي بقى الجملة دي كاملة. تقول لي خلاص يا دكتور ما احنا حلينا المشكلة في خلال 20 دقيقة، حلينا المشكلة اللي كانت عاملة لي مشكلة وصعبة وحاسس ان الامور رخمة والدنيا اصلا سهلة، اسهل ما تتخيل، بس محتاجين شوية اهتمام مش اكتر يعني. She was born in 1970. بس she was born in 1970. طيب خلينا دلوقتي ناخد الكلمات المطلوب حفظها تبع المحاضرة رقم 3 اللي هي بتاعت قراءة الأرقام. هنثبت برضو مقطع كالعادة، مثبتين المقطع النهاردة مقطع بلاي. فأنا عندي بلاي يعني يلعب، بلاي يلعب، بلاير يعني لاعب. تمام. playing يعني يمارس اللعب. playground ملعب أطفال، ملعب الأطفال. display يعني عرض. بلاي ستيشن اللي هو البلاي ستيشن. مالتي بلاير يعني متعدد اللعب. فانا عندي كلمة مالتي اصلا معناها متعدد. مالتي بلاير يعني متعدد اللعب. بلاي ليست قائمة تشغيل. اقول لك مثلا ان محاضرات المستوى الاول من الكورس هسيبها لك في قائمة تشغيل، المحاضرة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة ورا بعض كده ذاكرهم. تمام. تسلى عليهم. رول بلاي تمثيل ادوار. تمثيل ادوار. بلاي بوك يعني كتاب اللعب. المقطع اللي هو التاني بقى ريد يعني يقرأ. ده المقطع التاني، دول كلهم تبع المقطع الاول هما بس كتار شوية. read يعني يقرأ. reader يعني قارئ. reading يعني قراءة. reread يعني يعيد قراءة. وكلمة read
تمام. يبقى ري وكلمة ريد يعني يعيد قراءة. readable يعني سهل القراءة، يمكن قراءته، يعني سهل القراءة. هناخد المقطع able ده في المحاضرات القادمة. تمام. readiness يعني جاهزية. readiness يعني جاهزية. well read يعني واسع الاطلاع. واسع الاطلاع. تمام. بعدين عندي كلمة treat يعني يمشي بحذر. misread يعني يقرأ خطأ. misread يعني يقرأ خطأ. تمام كده يا سيدي، كده خلصنا المحاضرة الثالثة، ازاي بنقرأ الارقام كلها والارقام المركبة والكلام ده كله، وكمان اخدنا كلمات المطلوب حفظها تبع المحاضرة الثالثة. وبس كده يا سيدي، كده نكون خلصنا المحاضرة رقم 3 من المستوى الاول. ذاكر المحاضرة، طبق كتير، اقرأ ارقام كتير عشان تثبت معاك. لو حبيت تعمل تفريغ للمحاضرة يكون احسن، ادخل امتحن على المحاضرة دي عشان تثبت المعلومات معاك اكتر واكتر. ولو عندك اي اسئلة او استفسارات اكتب لي في الكومنتات. وفي النهاية دمتم في امان الله وحفظه.